اخف من السحاب واحلى من السنبل. هعمل لك كرات القرفة او فطاير السنبل ببيضة واحدة بس. هنعمل كمية كتير وبعجينة قطنية وهشة وحاجة كده بصراحة خرافية. شوفوا معايا الشكل عامل ازاي، تحفة والطعم تحفتين، حاجة كده بصراحة خيال. تعالي هنعملها لللانش بوكس لأولادك او تحلية بعد المدارس وبعد المذاكرة، ومكونات اقتصادية. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتتابعيني ياريت تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة فطاير السنبل او كرات القرفة. اول حاجة انا معايا طبق زي ما انت شايفة كده او بولة. حطيت بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وحطيت 3 معالق كبار من السكر. عشان ادوب السكر كويس حطيت كوبايه الا ربع من اللبن، ويكون اللبن دافي عشان يدوب معانا السكر. اهم حاجه دوبي السكر كويس، وشويه فانيليا صغيرين كده او نص معلقه من الخل لو ما حطيتيش فانيليا عشان ايه بس البيض. هنا معايا معلقه خميره صغيره بس تكون مليانه عشان الكميه طبعا قليله فاحنا مش هنكتر الخميره. بس كده معايا هنا معلقتين سمنة كبار. طبعا اللي عايزة تحطي سمنة بلدي سمنة عادية زي ما انت حابة. عايزة تستبدليها برضو بزبدة مفيش اي مشكلة، هي الوصفة الاصلية بتتعمل طبعا بالزبدة، فاحنا ما عندناش زبدة بنستخدم سمنة. ممكن تستخدمي معلقة زيت ومعلقة سمنة برضو مفيش اي مشكلة. ما عندكيش خالص استخدمي زيت برضو ايه مفيش اي مشكلة. دوبنا المكونات السائلة كلها مع بعض، وحطيت 3 كوبايات ممسوحين من الدقيق. 3 كوبايات ممسوحين من الدقيق. بس كده انا اشتغلت بالمعلقه الاول، وبعد كده ايه هشتغل بايدي زي ما انتوا شايفين. انا هعجن العجينه بتاعتي او ايه الفطاير بتاعتي. طبعا انتوا شايفينها ملزقه، انا مش عايزاها ملزقه كده، هي تبقى ملزقه بس هي ما تمسكش في ايديكي، يعني تكون طريه بس ما تلزقش في ايديكي. فانا جبت معلقه دقيق وحطيتها، طبعا على حسب نوع الدقيق، ممكن دقيقك انت ايه ما يلزقش معاكي. شايفين هي طالعه من ايدي ازاي؟ انا عايزه القوام ده تبقى طريه بس ما تلزقش في ايديكي. وعجنيها كده كويس وايه وادهني الطبق بتاعك وحطيها وسيبيها تخمر. هنا عايزين الفطاير بتاعتنا تخمر، يعني ما مش كل العجين مثلا بيحتاج مننا نقطعه على طول، لا دي سيبيها تخمر كده تاخد وتدي مع نفسها. تعالوا نحضر المكونات اللي هنستخدمها. معايا 4 معالق من السكر، ده سكر خشن عادي مفيش اي مشكلة. حطيت عليه معلقة قرفة كبيرة زي ما انتوا شايفين، وهنقلبهم كده كويس ونخليهم كده على جنب لغاية الخميرة بتاعتنا ايه او العجينة بتاعتنا تخمر. دول 4 معالق من السكر، معلقة قرفة بودر زي ما انتوا شايفين. دول برضو 3 معالق سكر بودر. هنحط عليهم 3 معالق عصير ليمون زي ما انتوا شايفين، ده هنحطها ايه للوش بتاعنا لما تطلع من الفرن ان شاء الله. هنقلبهم برضو كويس كده، هندوب السكر كويس مع الليمون ونطحنهم برضو على جنب، ولما تطلع ايه المخبوزات بتاعتنا هنستخدمهم. هنا العجينة بتاعت خمرت زي ما انتوا شايفين كده. غطوها كده كويس وسيبوها تخمر، هتاخد معاكي ممكن ساعة تخمر مثلا مفيش اي مشكلة. بس كده تمام. هنجيب اي سطح طبعا هتشتغلي عليه عادي، صينية طبلية رخامة زي ما انت عايزة. هنفرد العجينة زي ما هي كده على طول زي ما انتوا شايفين معايا. هنقطعها ايه مربعات هتشوفوها معايا. ندهنوها الاول شوية سمنة كده او شوية زبدة، وبعد كده هاتي القطاعة بتاعتك، هاتي سكين اي حاجة وايه عشان تبقى سهلة معاكي في التقطيع. متقعديش تكوري واحدة واحدة والكلام ده كده هتسهل عليكي كتير. لك وصفات من زمن القديم بس بصراحة تحفة. بصوا اعملوها كده هي هتسهل عليكم التقطيع زي ما انتوا شايفين. هناخد قطعة قطعة ونكورها. بس هنجيب القالب بتاعنا وشوية سمنة كده محترمين عشان ما تلزقش معاكي، عشان طبعا انتوا زي ما عارفين هنحط سكر فممكن تلزق معاكي. عايزة تحطي ورق الزبدة حط. هنا هنكور عادي يعني مش هنحبركها يعني ولا نلمعها ولا اي حاجة. هاتيها ولفيها بين ايديكي وحطيها في السكر زي ما انت شايفه. طبعا انت اعملي 5 6 7 8 مع بعض عشان تخلصي بسرعة زي ما انت هتشوفيني كده. مش هناخد وقت خالص معاهم. انت لو عايزة تضاعفي الكمية طبعا هتضاعفي المكونات كلها عشان ايه هتعملي قلبين او ممكن تعملي صينية كبيرة برضو مفيش اي مشكلة. هتضاعفي معاكي المكونات.
بصوا انا بعمل 5 6 مثلا مع بعض واعملهم وارصهم. بصوا اهو شايفين، اغمرهم كده ايه بالسكر والقرفة مع بعض، لفوهم كلهم كده ايه بالسكر والقرفة. حاجة سهلة وخالص وبسيطة ومسلية جدا، والعجينة سلسة خالص معانا. دي اخر حبة اهو معانا. صوت كوريهم كلهم وحطيهم في الطبق كده وايه وبالسكر وحطيهم ورصيهم. شايفين شكلها بيبقى تحفة بصراحة، وطعمها تحفتين زي ما قلت لكم. بس كده تمام، احنا خلصنا كده كل الكمية. هنسيبها برضو، لازم هنا نسيبها تخمر. هندهن وشها برضو بشوية سمنة او زبدة ونسيبها تخمر، لازم برضو تخمر معانا. هنغطيها، انا هحط لها ايه كيس زي ما انتوا شايفين واغطيها بالفوطة بتاعتي واسيبها برضو ايه تخمر معايا. هنا ممكن تاخد معاكي نص ساعة، مش زي المرة الاولى ساعة، لا يعني نص ساعة بالكتير وهتلاقيها خمرت معاكي. بس كده هي خمرت معانا وجاهزة على التسوية. انا بسخن الفرن على درجة حرارة طبعا ايه تسخنيه الاول 10 دقايق، وتكون النار متوسطة، كمان اقل من المتوسطة، وهي بتاخد لون لوحدها مش محتاجة حتى شواية. شايفين التحفة والجمال لما طلعت؟ شايفين قشطة، حاجة كده بصراحة خيال. شايفينها قبت ازاي كده؟ عشان خمرة الخمور بتاعها الصح. هنقلبها طبعا، سيبيها تبرد شوية وبعد كده اقلبيها. وهات الصوص، عايزة تحط الصوص كله عليها مفيش مشكلة، عايزة تحط الصوص على حسب الرغبة برضو مفيش اي مشكلة. انا بأديك الفكرة وانت عليكي طبعا التقديم ده بتاعك انت يا زهرة الكون. شايفينها كل واحدة هتطلع لوحدها كده. شايفين؟ بصوا معايا طبعا انت ايه على حسب الطلب مثلا، او هتحطي في اللانش بوكس برضو مفيش اي مشكلة لابنك، وحطي عليها كده صوص وحطي له ايه شوكة صغننة كده وياكل بالهنا والشفا. عايزاها تحلية بعد المدارس، كل واحد طبعا في طبق حطي له 5 6 كده وحطي عليها شوية صوص، وبالهنا والشفا ليكم ان شاء الله مقدما. والطريقة سهلة وبسيطة خالص، وانتوا عارفين ان القرفة مفيدة جدا، والمكونات اللي فيها كلها مفيدة، فيها لبن وفيها بيض. بصراحة حاجة كده بصراحة مغذية جدا. عايزة تعملي صوص غير الليمون والسكر برضو دي بتاعتك انت، مفيش اي مشكلة. عايزة تحط الصوص كله على وتاخدي مثلا منها برضو دي براحتك انت، زي ما قلتلك التقديم ده بتاعك انت. بصراحة طعمها حاجة كده بصراحة تحفة تحفة تحفة. بصوا معايا، حاجة سهلة وبسيطة خالص، وتعملي كمية كتير يعني شوية قليلين يجيبولك كمية كتير. بصوا اهي كل واحدة بتطلع لوحدها. انا هحط الصوص كله عليها كده واخليها جاهزة عندي. شايفين شكلها تحفة، عاملة زي كوز الذرة، كل حباية لوحدها وشكلها كوز الذرة بالظبط. شايفين معانا بتطلع الواحدة بوحدتها. فكرة بصراحة جهنمية، بالهنا والشفا ليكم مقدما. وحبذا لو عملتوها لأولادكم، حاجة كده بصراحة مغذية. واشوفك في فيديو قريب يا زهرة الكون، وياريت ما تنسينيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة، ومع السلامة.